بشوف ناس راكب العربية بتاعته وبعدين بيركن في أي مكان، فلقى السايس جاي بيجري عليه عايز منه فلوس، فيقوم قافل إزاز العربية بسرعة عشان ما يديش ال5 جنيه أو ال10 جنيه للسايس، ويطلع على النت على الفيسبوك يكتب ناس حرامية، السايس عايز يسرقني، عايز ياخد مني 10 جنيه ولا 5 جنيه. حضرتك راكب عربية مرسيدس أو كيا أو لانسر أو أي نوع من العربيات، تمام، وفرحان بنفسك، مودي أولادك مدارس أجنبية، وجاي بتتكلم على الفيسبوك عن 5 جنيه أو ال10 جنيه اللي هتديها للسايس، وبتقفل ازاز العربيه وتمشي بعد ما يمسح لك العربيه. يعني مدى البخل اللي انت عايش فيه، ومدى مش عارف اقول لك ايه بصراحه. يعني هي ال5 جنيه او ال10 جنيه او ال20 جنيه او ال100 جنيه اللي هتديها لواحد غلبان لله، عشان ما تقوليش ده هو بيبني ابراج، السايس هيبني ابراج، ولو بني برج هينزل يلف في الشوارع ويمد ايده ليه يعني؟ ولو هو معاه فلوس هينزل يمد ايده ليه ويهين نفسه يعني؟ ولو انت بتدي لله، يعني ال5 جنيه او ال10 جنيه اللي بتديها للسايس او لحد غلبان في الشارع، انت بتديها لله، مستكترها كمان وبتقفل ازاز عربيتك وبتجري. مش عارف اقول لك ايه، انت عندك مشكله رهيبه. ما نقص مالا من صدقه، ما نقص مالا من صدقه، يعني الفلوس اللي هتديها له ايا كانت حتى لو 100 جنيه مش هتقللك حاجه، بالعكس هتزيدك. اللي بتديه ربنا بيرجع لك 10 اضعاف. انت مستبخل ليه؟ وطالع فاضح الراجل على النت وحاطط صورته وتقول ده طلب مني 10 او 5 جنيه. انت شايف نفسك ايه يعني؟ لا، والناس اللي داخله تعمل كومنتات، ده فعلا السايس مش عارف بيعمل ايه ما تديله يا اخي، في ايه؟ هو فلوسك، هو ربنا الرزق اللي هو بعته لك ده اللي خلاك تركب عربيه وتعمل. هي الفلوس دي ربنا بعتها لك لوحدك؟ المال مال الله، انت مش تاخد حاجه معاك. طلعوا يا جماعه صدقات، ناس كتير معاها فلوس كتير جدا وما بيطلعش حاجه وماسك على القرش ايه؟ الفلوس دي اللي انت بتديها صدقه للناس الغلابه دي بتديها لله، ايا كان هو هيعمل بيها ايه مش مشكلتك. انت هتركن 5 دقايق، هتركن نص ساعه، هتركن 10 دقايق، انت مالكش دعوه بالركن اصلا. هو واحد جه سالك عايز مساعده، لازم تساعده لله. اتقوا ربنا وبلاش بخل.